السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محمد عصام صوصة. عايز أقول كلمة أول صغيرة أول ما الناس تفهم بعد إذنكم. يا سيادة الريس، يا فلان الفلاني، إحنا عايزين نخلي كيلو الفراخ ب 100 جنيه أو 200 جنيه. إزاي؟ ده الناس إزاي يا عم أنت بتتكلم إزاي؟ ده الناس تتجنن، الناس تعمل ثورة، الناس مش عارف إيه، الناس تتكلم. طيب إحنا نخليها ب 70 جنيه. نخلي الفراخ الكيلو ب 70 جنيه والفراخ التانية ب 80 جنيه البلدي. حلو. نمشي والناس تغلى والكلام ده ومش عارف ايه. يجي شويه والغلا والدنيا وبتاع عماله ترتفع، هوب الكيلو يبقى ب 120 جنيه البلدي والكيلو ب 95 جنيه البيضه. فالناس تقول كذا وماني وجاي وهاي وباي، وبعد كده يقول لك ايه، طب نزلوها شويه. طب اقول لك حاجه، ما تيجي نجيب فراخ برازيلي مستورده ونستورد فراخ برازيلي من بره. جبنا فراخ برازيلي، فالناس قال لك ايه، نزل السعر بقى زي ما كنا متفقين 70 و80 جنيه. فالناس تقول ايه، هيه الاسعار رخصت، ايوه كده هنشتري، كده هناكل فراخ وبتاع. طب ما هو اصلا ال 70 جنيه ده مش سعرها وده غاليه. المفروض سعرها الطبيعي كان المفروض يبقى كام؟ الفراخ كانت بحاجه ب 30 جنيه يا جماعه، يوم ما غلت كانت ب 45 جنيه البلدي وب 38 البيضه. اما دلوقتي انتوا بتتكلموا في ايه؟ النهارده سعر كيلو الفراخ ب 115 البلدي رافع التاني، و87 جنيه اقسم بالله الفراخ البيضه. ب 165 جنيه و175 جنيه البانيه. كيلو الوراك ب 83 جنيه. كيلو الكبد القوانص ب 90 وب 95 جنيه. ده يا جدعان، ده مين اللي ممشي الدنيا؟ احنا عايزين نعرف. وازاي يعني ايه، ازاي الدوله ما بتبقاش رقيب على التجار وعلى بتوع العلف وعلى بتوع المزارع وعلى محلات الفراخ؟ فين حمايه المستهلك؟ فين كل الناس دي؟ هو ازاي كده كل محل دلوقتي بتعدي عليه بيبيع بمزاجه وبيبيع براحته؟ انا مش فاهمها. ايه انتوا عايزين من نموت؟ ما تموتونا يا جدعان، يعني موتونا يا جدعان بجد. انا مش عارف اقول ايه يا جدعان. ده في لحظه الزلزال بيجي ما بيخليش غني وفقير. اديكوا شفتوا في تركيا، واديكوا شفتوا في سوريا، واديكوا شفتوا اللي حصل في ثانيه. 23,000 واحد ماتوا تحت الانقاض في تركيا. فلو جه زلزال مثلا لا قدر الله، ربنا يعافينا يعني، وقام واخد التجمع واخد المهندسين واخد الاماريه واخد مش عارف ايه، ما كله فقير وغني كله هيبقى تحت الانقاض بفلوسك بذهبك بكل حاجه. احنا ليه ما بنبقاش رحماء ببعض؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. المسؤولين تتحرك وتشوف الدنيا فيها ايه. انت والله تتحاسب قدام ربنا. انت ليه ما وفرتلوش كذا؟ ليه ما عملتلوش كذا؟ ليه ما رخصتلوش كذا؟ فين الرقابه؟ كل راع مسؤول عن رعيته. فين الرقابه اللي تنزل تشوف الجشع ده والجشع ده؟ فين الرقابه ان في تجار اقسم بالله بتخزن السلع وبتخزن الحاجه ويقول لك مفيش، وبعد كده يقول لك ايه، حط السعر بقى اللي انت عايزه. بجد يعني ارحمونا. الناس تعبت والناس زهقت والناس جابت اخرها وقرفت. فاحنا يعني على قد ما نقدر نحاول نبقى مع بعض. شهر رمضان داخل علينا، المفروض نبقى كتف في كتف بعض، مش يعني ما نجيش على بعض ونضغط بعض. قلبنا يبقى على قلب اخوك وجارك وصاحبك وحبيبك وابن منطقتك. لكن ان انا ابص وافكر انا استغله ازاي واخد من وراه مصلحه ازاي مش هينفع. ما تنسوش ان في ربنا، ما تنسوش ان في اله شاهد علينا كلنا، ما تنسوش ان اللي انت هتاكله في الدنيا هيطلع عليك في الاخره ازاي. مفيش حاجه بتنفع، مفيش حد يعيد مهما كنت حوشت الذين يكنزون الذهب والفضه. يعني ما ينفعش يا جدعان ان احنا في ده. ربنا يعافينا بقى. ويعني انا مش عارف اقول لكم ايه تاني. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك، وما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.